هي حدود طويلة أكثر من 800 كيلومتر تفصل بين تركيا والجارة سوريا. يبدون جيران بالفعل أولئك الذين يظهرون هنا على الحدود. أسلاك شائكة بسيطة تفصل هذين المسلحين من تنظيم الدولة عن الأراضي التركية، لكن هذه الأسلاك قد تكون شائكة في بعض المواقع فقط، إذ أن الآلاف الذين دخلوا سوريا للقتال في صفوف التنظيم من مختلف الدول الأوروبية والعربية والأسيوية إنما أتوا إليها عبر الأراضي التركية كما يقول كثيرون، وكما تدفع هذه الصور إلى الاعتقاد. وصول الجنود الأتراك بآليتهم العسكرية لم يدفع المسلحين إلى الابتعاد ولو قليلا، خاصة أنهما في منطقة يطلق عليها اسم المنطقة المحرمة، وهي الفاصلة بين الأراضي السورية والتركية، والتي زرعها الجيش التركي بالألغام قبل عشرات السنين. يستمر تبادل الحديث لبعض الوقت بين المسلحين والجنود الأتراك، في حين تحلق طائرات التحالف الدولي في الأجواء السورية. سوريالية ما بعدها سوريالية تختزلها هذه الصور. جنود في جيش من أكبر جيوش الناتو يتحادثون مع مسلحين في تنظيم تحاربه دول كثيرة، على رأسها الولايات المتحدة، شريكة تركيا في أقوى حلف عسكري غربي. الغرابة لا تقف عند هذا الحد، فأنقرة كانت سمحت قبل نحو شهرين بدخول قوات البشمركة من العراق إلى كوباني للقتال إلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو عمليا حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الجيش التركي منذ عشرات السنين. يستمر الرئيس التركي أردوغان في الدعوة إلى إقامة منطقة عازلة في الأراضي السورية، وإلى إقامة منطقة حظر للطيران، ويستمر أيضا في الدعوة إلى إسقاط الأسد، دعوات بقيت مجرد أماني وكلمات في خطابات من منابر مختلفة. سوريالية لا تقف عند الواقع على الأرض، بل تتعداه إلى الموقف السياسي التركي. غرابة يختزلها هذا المشهد.